السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحة كويسة. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم حاجة عادت غالية قوي قوي، وبصراحة في اللي عاد بيقدر يشتريها وفي اللي ما عادش بيقدر يشتريها. السمنة الفلاحي، وده هتبقى سمنة فلاحي على اصولها. يعني انا لما لقيتها سألت عليها، نوبة كنت بجيبها ب100، نوبة كنت بجيبها ب150. الوقت بسأل عليها طلعت لل300، وفي ناس بتبيعها ب250، وفي ناس ما بتقدرش الكيلو لما بتجيبيه قليل قوي. فانا قلت ايه، انا قلت ان شاء الله انا بجيب كميه لبن يمكن الشهر اللي احنا فيه ده بتحوش وش كتير من على اللبن. انا بجيب مثلا اللبن اللي انا بجيبه بقوم غلياه وبقوم مطلعه منه القشطه اللي على الوش بنفس الطريقه اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قلت لازم انا اسيحها دلوقتي في البيت. كمان انت خلي بالك لما تكوني بتشتري السمنه الفلاحي الوقت عادوا في ناس بتغشها، بيضيفوا لها سمنه صناعي كتير. فاحنا ليه بقى نعمل في نفسنا كده؟ احنا نجيب اللبن ونستنى، يعني مننا اللبن بنحتاجه، والقشطه هنعمل بها ان شاء الله سمنه معاكم، وان شاء الله هتبقى سمنه مضمونه، لا مغشوشه ولا فيها اي حاجه. وان شاء الله المرته اللي بتطلع منها ان شاء الله هعملها لكم حاجه برضو كويسه، تبقى زي المش كده، وهي ان شاء الله هتعجبكم. انا حطيت حله على البوتاجاز. في ناس على فكره بتمسك القشطه دي وتقوم جايه ما عاملاها لفها بايديها او بالمضرب الكهربائي، مفيش مشكله. حتى برضو فيه الشرش اللي بيطلع منها بنت بتستفيدي منه وبيبقى حلو قوي. بس بصراحه في ناس مش هيجي لها خلق تعمل اللي احنا يعني اللي كانت والدتي الله يرحمها هي اللي كانت بتعمل كده. كانت تقعد تلف فيها بايديها، تلتقى صفة ميه زي دي كده في الاول، وبعد كده مسكت معاها تبقى زي الزبده كده. فان شاء الله الطريقه دي برضو جميله قوي برضو، وهتطلع لك احلى سمنه، وفي نفس الوقت هتبقى عارفه انت عاملاها ازاي ومصدرها ايه. وخلوهم بقى يعني الحاجه اللي بتغلى كل يوم ديت خلوهم براحتهم، احنا هنعمل حاجتنا في بيتنا ومفيش اي مشكله. هفرغ الكميه كلها وايدك ما تشالش، ما تسيبهاش وتقولي لا انا هسيبها وهخرج، لا، لازم ايديك يكون فيها على طول. هوريك ان شاء الله السمنه البلدي هتعملها في البيت ازاي بعد كده. كده فرغتها في الحله، هنفضل نقلب فيها، ايدك ما تشالش منها او تفضل معلش انت هتتعبي شويه. لازم تسيبيها شويه تقلبي فيها، ما تسيبهاش وتخرجي لا تقولي انا هقعد لا مش عارفه، لا، انا عاوزاكي ايدك على طول فيها كده زي ما انا بعمل. هتطلع لك ان شاء الله احلى سمنه وانضف سمنه هتاكليها. تعملي بها جلاش، تعملي بها كنافه، تعملي بها حاجات كتير. هي بصراحه احسن من اللي احنا بنشتريها من بره ديت، وانضف منها. مش هنلاقيها بالطريقه دي، كل ما نروح نسال على حاجه نلاقيها غلت، مش عارفه يعني، الله المستعان. فيها واوريكم هنعمل فيها ايه ان شاء الله. كل شويه هوريها لكم احنا بنعمل فيها ايه. كده الوقت القشطه بتغلي اهي، ايدك فيها على طول عشان ما تتحرقش ويبقى خساره. لو قدر الله اتحرقت هتلتقي لها ريحه وملهاش علاج بصراحه. اللي يقول اللي هي لما تتقدر لا علاج، لا. عشان كده انا بقول ايدينا فيها كده على طول، ايدك ما تشالش منها خالص. اعمليها تكون في وقت فضا مفيش وراكي اي حاجه عشان تبقوا فايقالها. وهنفضل كده بنفس الطريقه لغايه ما تبقى كويسه معانا. بتغلي من ساعتها وايدي فيها برضو، ايدي ما اشتلتش منها وما سبتهاش. وعلى فكره لازم تهدي البوتاجاز. شوفوا بسم الله ما شاء الله هي عامله ازاي، اللون بتاعها الجميل. طريقه عمل السمنه البلدي النظيفه ديت لا مغشوشه قلت لكم ولا فيها اي حاجه. ودي المرته اللي طالعه منها هنعملها لكم برضو حاجه حلوه قوي هتعجبكم. هتاخد لها بس حاجه يعني قيمه 10 دقايق، وبعد كده هنوريكم هنعمل فيها ايه. كده السمنه خلصت معانا بسم الله ما شاء الله اهي. نجيب كمان حاجه كمان احسن اهو، الكبشه ديت اهي بسم الله ما شاء الله. سمنه زي الكهرماني زي وجميله، بس اللي على الوش ده انا هحوشه، كل ده يتحاش. انا جبت برطمانات غسلتها وطهرتها ونضفتها بميه سخنه وخل وقمت من الشفاه كويس عشان نحط فيها. شوفوا المرطه عامله ازاي
لونها جميل ازاي. هي دي بقى، خلي بالكم في ناس كتير بتشتريها وبتبقى برضو مغشوشه، بتحط عليها دقيق الذره عشان يزودوا الكميه، واحنا بناخد ومش عارفين حاجه. بس اللي بتعرف السمنه البلدي الاصليه بتبقى فاهمه كل حاجه، واللي برضو عارفه النقطه برضو اللي بتبقى معموله في البيوت برضو بتعرفها على طول. في ناس ما عندهاش ضمير وتبيع الحاجه غاليه وفي نفس الوقت ما بيهمهاش اللي بيشتري منها. هنفرغها في البرطمانات، هنفرغ السمنه في البرطمانات اهي ناشفه وزي الفل ما فيش فيها اي ميه. بسم الله، اللهم بارك. الست الشاطره تعمل كل حاجه، ولا عدنا نشتري. انا عارفه برضو اللي اللبن غلا برضو، بس مش زي السمنه. السمنه الوقتي يعني بسم الله ما شاء الله غلت قوي. شوفوا لونها عامل ازاي. كده خلصت كميه السمنه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصراحه شكلها جميل وحاجه نظيفه هتعمليها في بيتك وانت عارفه عاملاها ازاي. عملت كميه حلوه. هاتي اللبن واغليه، بس في نصيحه عشان يطلع لك وش كتير على اللبن ما تبقيش تغطي حله اللبن وانت حطاها في التلاجة عشان تطلع لك وش اكتر بدل ما تغطيها. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم وكل ست بيت شاطره هتعملها. انا ان شاء الله دي النقطه اللي طالعه منها. بصراحه لسه سخنه بس طعمها جميل. عامله ازاي؟ هي ديت الاصليه، لا مغشوشه ولا محطوط فيها اي حاجه. هعملها لكم ان شاء الله حاجه حلوه قوي وهتعجبكم باذن الله. بس هي لسه سخنه، لو كانت بردت كنت عملتها ونزلتها مع السمنه، لكن ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو تاني وهتلد عليكم وان شاء الله طعمها احلى. طبعا السمنه هي قدامكم، عملنا كل حاجه كل خطوه شفتوها عامله ازاي، ورب تعجبكم. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.